عارف انت الشغلانه اللي بيتكلموا فيها كلمتين انجليش في النص وطول الوقت لابسين فورمال وبيجروا ورا بعض كده ومش لاحقين يعملوا اي حاجه لدرجه انه مش عارف يشرب مج نسكافيه بتاعه في مكتبه فبياخده معاه وهو في الشارع. دي الشغلانه اللي انا عايزه اشتغلها. خليني اقول لك ان 70% من اللي بيشتغلوا الشغلانه دي غالبا سيلز، وعلشان تبقى سيلز محتاج مقاومات كتير، لان هي مش بس فيها الرفاهيه اللي انت شايفها دي، لا هي كمان متعبه جدا، بس قدامها في فلوس كتير جدا، فهي حلم لناس كتير. انا دلوقتي هقول لك مواصفات السيلز الشاطر، ازاي تقدر تعمل فلوس كتير وتبقى سيلز مجتهد. انا دلوقتي هقول لك مواصفات السيلز الشاطر، وخد بالك ان هم مش بالترتيب خالص، بس مهم قوي ان هم يبقوا فيك. السيلز بالاساس شغلانه بتعتمد على المهارات، مش ما فيهاش ان احنا ندخل امتحان ونقدر نخرج بيه نقول والله ده سيلز شاطر او لا، لكن في مقومات مهمه قوي ان هي تبقى فيك. اول حاجه السيلز لازم يبقى ذكي، ما ينفعش ابدا حد يشتغل سيلز وهو شخص مش ذكي كفايه علشان يقدر يبيع في الاخر المنتج بتاعه. مهم كمان ان هو يكون واثق من نفسه، ما ينفعش ابدا تبقى متردد. كمان لازم يكون ملتزم في مواعيدك مع العملاء بتوعك، مواعيدك في شركتك، مواعيدك في شغلك، كل حاجه قادر ان انت تظبطها في الوقت المناسب. في اول الفيديو قلنا ان هو عايز ابقى زي الناس اللي بتلبس فورمال وشيك، فطبيعي جدا ان السيلز لازم يكون شيك. انت لازم تلبس نفس اللبس اللي بيلبسه عميلك، زياده 10% او اقل 10%. لكن لو انا ببيع حاجه هاي اند وببيع لناس كلاس اي، فلازم ابقى انا شبههم بشكل كبير. لو ببيع حاجه لمعلمين وتجار، ما ينفعش اروح لهم بقى لابس بدله وجرافات وبتنك عليهم، انا بلبس زي اللبس اللي بيلبسه عميلي. علشان ابقى سيلز شاطر لازم اكون دارس اللي انا ببيعه، دارس المنتج بتاعي، دارس الخدمه اللي بقدمها، كمان دارس المنافسين. ما هو اكيد العميل مش هيجي لي لوحدي، لا بيروح لواحد واثنين وثلاثه. علشان يختارك وتحقق التارجت بتاعك وتاخد في الاخر الكوميشن، لازم تكون دارس اللي انت بتبيعه. كمان من اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها وتبدا تعملها من دلوقتي، ان انت تشوف ازاي هتقدر تعمل علاقات طيبه مع العملاء. في الاخر العميل بتاعك ده هو هيجيب لك عميل تاني وتالت ورابع. انا دلوقتي جربتك وشفت ان انت كويس معايا، ليه مش هرشحك لكل اصحابي وكل قرايبي؟ العميل هو راس مالك، ما ينفعش ابدا ان انت ما تهتمش بالعميل بتاعك. بعد ما خلصت البيعه وقبضت الكوميشن نعمل له بلوك، خلاص مش عايزه اشوفك تاني ولا عايزه ارد على كلامك. لا، العميل ده هو مفتاح ان انت تحقق تارجت الشهر اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا دلوقتي اتعاملت معاك وانت قدمت لي خدمه كويسه، بعرف اتواصل معاك، قادر ان انت ترد على طلباتي وكل حاجه، اكيد هرشحك لكل اصحابي وقرايبي واي حد تاني. هبدا اقول له لا اتعامل مع فلان لان هو شاطر جدا ومهتم بيا. سيلز بالبلدي كده يعني واد مدردح، يعني عندك سرعه بديهه، شخص فاهم كويس قوي ايه اللي بيتقال وبيتقال لي. مفيش جمله بتعدي من قدامي كده اعتباطا وما بركزش فيها، لا انا شايف العميل بيقول كده ليه، قصده ايه، احتياجه ايه، مديري لما جاي يبلغني كلام الاداره بيرموهولي من انهي زاويه. لازم ابقى مركز في كل كلمه وبحللها صح. السيلز هو الفنان اللي بيقف على خشبه المسرح. خليني اقول لك ان انا دايما بشبه لكل الناس ان السيلز ده هو الشخص اللي واقف على المسرح. احنا عندنا ممثلين كتير بيمثل دراما وسينما ومسرح. في الدراما والسينما ممكن نوقف 100 مره علشان نعيد تاني، لا عيد لنا يا فنان الكلمه دي ما اتقالتش كويس، لا عايزين الاداء حلو، عايزين الدموع يا فنانه. كل ده احنا قادرين ان احنا نعمله، لكن وانت واقف على خشبه المسرح مفيش قدامك غير الجمهور. انت سيلز، ده نفس اللي بيحصل معاك بالظبط، منك للعميل. ده في وقت ان احنا نراجع، نغير كلامنا، نقول حاجه تانية، اقول لا ما كانش ينفع اقول المعلومه دي خالص. انت بتقول الكلام الصح، عشان كده لازم تكون مذاكر كويس جدا وبتعرف ترتجل كويس جدا ان هو يفاجئك بسؤال مفاجئ، فلازم تبقى عارف ايه هو اجابته وازاي ان انت تظبطه. انا بعون الله اول ما اقعد مع الشخص 3 دقايق واجيب اخره. هو ده لازم يبقى منهج حياتك، ان انت مع اي عميل قاعد معاه فعلا في اول 3 دقايق تبقى عارف ايه هو نوع العميل ده. العملاء انواع، العملاء انواع، وهنبقى نعمل لهم فيديو تاني نقول لك فيهم ايه هو انواع العملاء. بس انت لازم على الاقل كده تبقى حاطط في دماغك ان في كام عميل ليهم مواصفات محدده. العميل اللي بيتكلم معايا كتير فده شخص ودود، لازم ابقى انا لطيف معاه. العميل اللي مركز جدا واسئلته عايزها اجابه صغيره وقاطعه وحاسمه. العميل المتردد. في انواع تانية كتير زي ما قلت لكم ان شاء الله نشرحها في فيديو تاني. في دراسات كتير مختلفة وبنسب مختلفة بتتكلم عن
البيعه بتتم ازاي، او اصلا نرجع للاصل ان البيعه ده جزء من الكوميونيكيشن، التواصل. فالتواصل بيتم ازاي باختلاف النسب بقى، واقعد راجع الدراسات، لكن اكتر دراسه مؤكده بتتكلم على ان اختيار درجه الصوت هو 70% من توصيلك للمعلومه. انت متخيل ان انت عشان توصل له كلمه معينه او علشان تبيع له حاجه معينه 70% متوقف على اختيار درجه الصوت؟ بمعنى انا ما ينفعش طول الوقت يبقى صوتي واحد، ما ينفعش ان انا ابقى بتكلم بلهجه حاده قوي ولا بلهجه مايعه قوي ولا متردده قوي. لازم ابقى عارف امتى انا بعلي صوتي وامتى بوطيه، امتى بوصل له المعلومه بشكل حنين وامتى ببقى حاد جدا عشان يلا ناخد قرار. كل دي حاجات مهمه قوي ان انت تشتغل عليها وتتدرب عليها. سيلز يعني تفاصيل، ومن اهم التفاصيل اللي لازم تركز فيها كويس جدا هي انك تهتم باسم العميل ومركزه. يعني ما ينفعش ابقى قاعده مع عميل واجي اتلخبط في اسمه، معلش يا استاذ خالد، لا، انا لازم الاسم اللي قاله لي ابقى مركز كويس جدا ان انا اقوله له. كمان حاجه مهمه ان انا اهتم بلقبه. يعني لو انا عرفت لك نفسي وقلت لك ان انا دكتوره امان، ما ينفعش تقول لي يا استاذه، ولا ينفع تقول مدام او انسه، ده كده كده. كمان لو انا قلت لك ان انا معاك اللواء فلان، العميد كذا، المهندس كذا، انا عرفت نفسي بده، يبقى انت لازم تلتزم بده، ما تجيش انت بقى تجود من عندك. احنا قلنا ان السيلز شغلانه فيها فلوس كتير، بس هي كمان متعبه جدا. انت لازم تكون مثقف، لازم تبقى عارف كل حاجه بتحصل في البلد والدول المجاوره، كل حاجه ايا كانت هي ايه، لان كل حاجه بتحصل، كل حدث موجود في العالم هو بيأثر عليك مهما كنت انت بتبيع ايه. زي ما بنقول كده على الفيسبوك، بيقولك ان بياعه الشبت بتتكلم على سعر الدولار، ده حقيقي، لان هو بشكل او باخر هيأثر على البيع بتاعها وعلى العملاء بتوعها. فانت كمان لازم تكون داري وواعي لكل حاجه بتحصل حواليك، وتترجم ده ازاي بيأثر عليك او على منتجك وخدمتك. السيلز والحواديت قصه حب لا تنتهي. انت لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت وانت بتبيع ما بقعدش ابيع بالارقام والنظريات والمحاضرات، لا، محدش بيشتري كده. احنا بنشتري بعواطفنا وبنشتري بالقصص اللي بنسمعها. عشان تكون سيلز شاطر لازم تكون بتعرف تحكي حواديت. وتحكي حواديت دي مش معناها انك بتألف حواديت، لا، انت بتحكي قصص حقيقيه حصلت معاك. يعني والله وانا قاعد مع العميل اقول له ده انا حضرتك شبه العميل فلان اللي اشترى مني كذا وكسب مني كذا ورجع لي تاني لما جاب لي ابن خالته اشترى مني مش عارفه ايه. وفي وسط ما انا بحكي الحدوته انا بقول له ايه هي الخدمات او ايه هي المميزات اللي هو هيستفيدها لما يشتري المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي. طول الوقت انا بدعم القصص بتاعتي كمان بارقام واسامي ومواصفات حقيقيه. في الاخر انا مش بسرح بيه ومش بقعد ارتجل وخلاص، لكن الحاجات دي لما انا بقولها في القصه بتاعتي بتدعم موقفي وبتبين ان انا صادق. السيلز يعني مرونه معروفه، انت بتتعامل مع كل البني ادمين اللي جاي من كل المحافظات وممكن كمان من دول تانية، بتتعامل بشخصيات مختلفة. انت اصلا اصحابك كلهم مش شبه بعض، فتخيل بقى العملاء بتوعك. فلازم تكون مرن كفاية ان انت تتعامل مع كل شخص بهويته بدماغه بافكاره بكل حاجة تخصه. كمان لازم تكون مرن في ضغط الشغل. احنا قلنا من الاول الشغلانة دي فيها فلوس كتير بس كمان فيها تعب كتير. ازاي هتتعامل مع الضغط ده؟ ازاي هتتعامل مع مديرك، التارجت بتاعك، الشركة بتاعتك؟ كل الحاجات دي لازم تكون مرن معاها، الا تسيبها بقى احسن لك. السيلز صياد، مش بس ان هو يصطاد البيعه الحلوه والعميل الكويس والديل يتقفل، لا، هو كمان صبور جدا، لان مش كل اللي هيخبط على بابك ولا يكلمك في التليفون هينفذ الديل في نفس اللحظه، تبقى انت هتحلم. لكن السيلز لازم يكون شخص صبور قوي. العميل بيتصل مره واثنين وثلاثه وعشرة، وبيسال مره واثنين وعشرة، كل حاجه بتاخد وقتها، فلازم ما تزهقش بسرعه ولا تبقى ملول وما تتعبناش بقى. سيلز يعني صبر. تبقى غلطان لو فاكر ان العميل بيكلمك لوحدك، لا، العميل بيكلمك انت و100 زيك، وانت اصلا في منك كتير، فلازم تبقى مختلف. ايه اللي يخليني اشتري منك انت تحديدا، من شركتك انت تحديدا، لما كلكم اصلا شبه بعض في الاخر؟ لازم تبقى مختلف. انت بتبيع نفسك قبل ما بتبيع المنتج وبتبيع الشركه. السيلز مفاوض جيد. يعني ايه مفاوض جيد؟ يعني انت بيبقى عارف اخرك في الديل ده ايه، اخر حاجه ممكن تقدمها للعميل، ممكن تتنازل عن ايه، العميل عايز يوصل لايه، فنوصل لحته في النص بالبلدي. فلازم تبقى عارف كويس قوي ايه اللي في ايدك تقدر تعمله، وايه اللي هتسيبه لمديرك يعمله، وايه اللي هنقف عنده، فبين للعميل ان خلاص دي كده اخرها، فيتاخد ده يتخلص من ده. لازم تكون بتعرف تتفاوض وتوصل لحاجه مناسبه ليك وليه. وفي الحته دي برضو في نقطه مهمه، انك ما تفكرش ان انت عايز تكسب لوحدك او تكسب شركتك لوحدها والعميل ما يكسبش. لازم توصل لنقطه وين وين سيتويشن، انا كسبان وانت كسبان والكل طالع مرضي. عارف صاحبك اللي مبتسم على طول الحياه ومش عارف هو جايب جرعه التفاؤل دي منين؟ غالبا ده سيلز.
السيلز لازم يكون محفز جيد وايجابي، لان هو كل يوم بيتفكس له 5 6 زيلات ومديره بيزعق له والسوق مش عارفه عامل ايه فمأثر عليه ازاي، فدايما هو محطوط في ضغط. لو استسلم للضغط ده خلاص بقى ما يشتغلهاش. لكن هو لازم يكون بيعرف يحفز نفسه كويس، لازم يكون ايجابي، لازم يبص لكل حاجه بنظره ايجابيه ويطلع ايه الحلو اللي فيها. اي مشكله تقابله لازم يحلها ويهندلها بسرعه جدا جدا، ولازم يكون بيعرف يعمل ده بنفسه، مش مستني مديره انه يعمله، لانه غالبا هو محتاس في حاجات تانية. فلازم تكون ايجابي. انا عارفه والله ان انت طلعان عينك طول اليوم، بس انت كمان محتاج تكمل شغل في البيت وترد على الموبايل طول الوقت، وما ينفعش ابدا تفصل لك يومين 3 فتقفل كل حاجه وما نعرفش نوصل لك. السيلز لازم يكون سهل التواصل، لازم العميل بتاعه لما يحتاجه في اي وقت يعرف يكلمه ويعرف يوصله، لان في الوقت اللي انت قافل فيه تليفونك او قلت لا انا والله مش مضطر ارد على العملاء دلوقتي، هو بيكلم حد تاني جاهز ان هو يستقبله ويرد على كلامه ويقفل معاه الديل. السيلز الشاطر هو اللي بيعرف يوازن ما بين المنتج بتاعه واحتياجات العميل. يعني بنلاقي كتير سيلز يبقى مش قادر يقول للعميل سعر الحاجه، او خايف يعرض عليه حاجه اغلى علشان خاطر يقول لا ممكن ما يشتريهاش، مع ان العميل عنده القدره الماليه ان هو يعمل ده، وبالعكس هيستفيد اكتر لو خد الحاجه الاغلى. او واحد تاني يبدا يخفف من الحاجات وما يرضاش يقول له ايه اللي ممكن تشتريه عشان عنده تارجت عايز يحققه فعايز يديله الاعلى وما يقولوش على الاوبشنز الاقل. لازم توازن كويس جدا ما بين احتياجات العميل وايه هي مادياته وما بين المنتج بتاعك. السيلز دمه خفيف، ودمه خفيف مش ظريف. يعني ايه؟ انا محتاجه ان القعده ما تبقاش كلها جد جد، انت عندك حس دعابه، شخص مبتسم كده ولطيف معايا طبعا من غير تجاوز، لكن قادر ان انت تفك القعده وتطلع العميل من المود الجد قوي ده بحاجه لذيذه لطيفه وتكمل تاني شغل. احنا صحيح قلنا ان السيلز لازم يكون لطيف ودمه خفيف وبيفك القعده، بس مهم كمان ان السيلز يكون حاد وعارف يرسم حدوده. ارسم حدوده، ما تقبلش طبعا ان اي عميل يتجاوز في حقك. في الاخر احنا اتفقنا ان هي وين وين سيتويشن، انت قاعد تشتري مني وانا قاعد ببيع لك اللي انت محتاجه. كمان لازم يكون شخص حاد. احنا قاعدين القعده دي قعده بزنس، دي قعده شغل، احنا اخر القعده هدفنا ان انت تشتري وانا ابيع وكلنا نطلع كويسين مع بعض. فما ينفعش ابدا ان انا اسرح معاك في القعده او اسرح في التليفون وتضيع لي اليوم. لا حبيبي، انت عندك تارجت.